السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني طلابي الصف الأول الثانوي في كل مكان. النهارده إن شاء الله هننزل بأحلى مراجعة على الوحدة الثانية كلها بأمر الله. هتشوف همسك لك هنراجع درس اللي هيجي في امتحان شهر نوفمبر بأمر الله. ما تقلقش خالص، كل حاجة تبقى تمام، هتبقى معانا حلوة جدا إن شاء الله. طبعا اللهم صل على النبي، المراجعة احنا عارفين بيجي منها امتحان. امسك كتابك، امسك ورقك، يلا قلمك، كوبايه شايك، كوبايه القهوه، وركز معايا يا باشا. يلا معانا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا اول درس هنتكلم عنه. طبعا انا همسك، خدوا بالكم يا شباب ان الوحده الثانيه داخل فيها 3 دروس. اول درس عندك اللي هو ملامح من تاريخ مصر الفرعونيه، عندك الدرس الثاني الحياه الاقتصاديه، بعد كده حياه مين؟ السياسيه. طيب عندنا الدرس الاول، عندنا ربنا ولدت معانا الحضاره العظيمه مع تحقيق الوحده التاريخيه على يد الملك مين؟ قلت لكم نارمر، عام 3200 قبل الميلاد. فانقسم تاريخ الحضاره عندنا الى ايه؟ في عصر فرعوني اللي استمر حوالي قد ايه؟ 3000 عام. فقسم المؤرخ المصري القديم اسمه مين يا جماعه؟ منتون، الذي عاش في القرن الثالث الميلادي. قسم التاريخ الافراد اسره فرعونيه كام اسره؟ قلت لكم 30 اسره. برافو عليكم. وقلنا المؤرخين اللي بيكتبوا التاريخ قسموا التاريخ عندنا الاسرات دي الى كام عصر؟ في عصور قويه وفي عصور ضعيفه. عصور قويه وعصور ضعيفه. برافو عليكم. اول عصر عندنا اللي هو الدوله القديمه، الدولة الوسطى، والدولة مين؟ الحديثة. يبقى قسموا عصور ايه وايه؟ عصور قوية وعصور ضعيفة، عصور قوية وعصور ضعيفة. عارف قلت لك ايه؟ قوي وضعيف يا باشا. تمام. يلا بين كل بين دولة بين هذه الدول، قلت لكم ايه؟ بين كل دولة ودولة قلت لكم في عصر ايه؟ عصر ضعيف. يبقى بين كل دولة ودولة في عصر ايه يا شباب؟ عصر ضعيف. تمام. فترة ضعف اضمحلال تعرضت خلالها البلاد للغزو مين؟ الطامعين. يبقى انت عندك سبق عصر الدولة القديمة، في عصر قبل عصر الدولة القديمة اسمه عصر مين؟ العتيق. طيب في بعد كده عندنا عصر اليوناني والروماني اللي هو استمر حوالي قد ايه؟ 1000 سنة. يشمل بين مين؟ البطالمة والرومان والفتح العربي. اخر حاجة عندك ان خلصنا من حكم الرومان هو فتح مين؟ العرب الاسلام. عصر العتيق هو عصر بداية أول بقى عصر عندنا اسمه عصر مين يا شباب؟ العتيق. عصر إيه يا شباب؟ العتيق. يبقى ده اسمه عصر إيه؟ أو مكتوب عندك عصر بداية الأسرات. بيدوم الأسرة كام وكام؟ الأولى والثانية. الأولى والكام يا شباب؟ الثانية. بدأت عام كام؟ 3200. عام كام؟ 3200. ارتبط بتأسيس حكم الأسرة الفرعونية. يبقى لو جه قال لك يجي يقول لك كده يا باشا، تأسيس الأسرة الأولى الفرعونية باسم الملك مين؟ نارمر، الذي وحد البلاد عام كام؟ 3200. عام كام؟ 3200. طيب الملوك اللي بعديه بقى يبقى مين؟ يبقى خد بالك، يبقى هو بنى عاصمة جديدة وبنى مدينة جديدة. يبقى انت عندك مين اللي أسس الأسرة الفرعونية؟ اسمه الملك مين؟ مينا. بنى عاصمة جديدة اسمها مدينة ايه؟ منف أو منفر. يبقى هنا حقق أهداف ايه؟ هدف سياسي. يبقى هنا أنشأ ايه؟ حكومة مركزية. يبقى إنشاء حكومة مركزية على يد الملك مينا. بنى مدينة منف، حقق هدف سياسي. بنى مدينة منف، حقق هدف سياسي. حلو كلام. وقلنا ملوك العصر العتيق اللي جم بعديه اتبعوا نفس السياسة، عايزين يحافظوا على السياسة عن طريق مين؟ هنا عشان يحققوا تحقيق ايه؟ خد بالك، تحقيق أهداف سياسية. تحقيق أهداف ايه يا شباب؟ سياسية. عن طريق ايه؟ المصاهرة وجه الألقاب. المصاهرة يبقى عايزين يتجوزوا، يبقى ده هدف مين؟ هدف اجتماعي. اهتموا بالأعياد الدينية، هدف ديني. يبقى خد بالك، يبقى عشان يحققوا أهداف سياسية اتجوزوا من بعض واحتفلوا بالأعياد الدينية. يبقى حققوا كم هدف؟ 2، اجتماعي وسياسي. اجتماعي وسياسي. يبقى ايه خصص عصر العتيق؟ أول حاجة إقامة حكومة مركزية على يد الملك مينا. بنى مدينة منف اللي هي قلعة البيضاء أو قلعة 100 رهين فين؟ بالجيزة، عشان يأمن إيه؟ حدود البلاد. يبقى هنا حقق هدف برضه مين؟ هدف سياسي. 3 عندنا احتفظت مصر باستقلالها كام؟ وتطوير الأمن. يبقى هنا في إيه وإيه؟ الأمن والاستقرار.
الأمن استقرار، حكومة مركزية أو حكومة مركزية على يد الملك مين؟ حلو. عصر بقى الدولة القديمة يشمل أسر كام وكام؟ التالتة للستة. ها التالتة للستة. بدأت من عام كام؟ 2300 لحد عام 2000 وكام؟ 200. اضطربت الأمور السياسية في نهاية العصر العتيق، فبدأ عصر جديد، وخاصة عصر جديد اتفق إيه؟ حيوات وشباب، اسمه عصر الدولة القديمة، يبدأ بأسر كام قلت لكم؟ من تالتة للستة. طيب يسمى هذا عصر اسمه عصر بناء الأهرامات. أول حاجة بتميز بوجود إيه؟ حكومة مركزية قوية البنيان، فيها كثرة الموارد. الحاجة التانية الأمن والاستقرار في التقدم، اهتموا بالوقوف ببناء مين؟ الأهرامات. يبقى هنا في إيه؟ بناء معماري. طب أنا عايزة أسأل سؤال كده يا ميس هدير، أنت كده في تشابه بين العصر العتيق وعصر الدولة القديمة، حاجتين إيه هما؟ بص معايا يا باشا، بص معايا يا فتحي، بص معايا يا بدويه، يلا يا بدويه، يلا يا حلوه يا عسل، يلا يا سكر. يبقى لو جينا قلنا كده يلا يا عمي، يلا يا باشا، قول لي كده يا باشا، يجي يقول لك كده بقى يا باشا يا عسل يا سكر. التشابه بين العصر العتيق وعصر الدولة القديمة. بص يا عم، عندنا في تشابه في حاجتين. ايوه ايه هما بقى كده يا عسل يا سكر؟ اول حاجه حكومه مركزيه، الاثنين فيهم حكومه يا شباب مركزيه، يبقى الاثنين ايه يا جماعه؟ حكومه مركزيه، دي اول تشابه. حلو. اتنين الامن والاستقرار، يبقى خد بالك لو جيت قلت لك يتشابه العصر الدوله القديمه مع عصر العتيق في حكومه مركزيه وايه؟ والامن والاستقرار. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب تعالى بقى نعرف كده. قلت لك عصر الدولة كنت تتميز بانها اطول فترة حكم في التاريخ. ازاي؟ يعتبر ده اطول عصر تقدما وازدهارا. كانت فترة حكم الملك، بس عندك بقى الملك ايه؟ اسمه الملك مين؟ بيبي الثاني، من اسرة كام بقى؟ الستة، اللي هو اعتدى العشر ومسك حد 94 سنة وتوفى وعنده كام سنة؟ 100 سنة. ايه اللي حصل بقى؟ ان الملك ده الشعب ما كانش طايقه، الشعب ما كانش طايقه، فنزل عمل ثورة اسمها ثورة اجتماعية. يبقى أول ثورة اجتماعية في عصر الدولة القديمة، أول ثورة اجتماعية في عصر الدولة القديمة. فطبعا الشعب الملك ضعيف، احنا قلنا دولة ايه؟ قوية، دولة ضعيفة بعديها، فظهر عصر جديد اسمه عصر انتقال الأول من أسرة كام لكام؟ من 7 ل10. انتهى عصر الدولة القديمة. قلت لك بعد أول إيه؟ أول ثورة اجتماعية كانت في عهد الملك مين؟ بيبي إيه؟ بيبي الثاني. يبدأ عصر جديد اسمه عصر مين؟ الاضمحلال والضعف، فقد الملوك السيطرة. يبقى هتقول ضعف مين؟ ضعف الملك. قلت لك أي عصر انتقال وأنت مغمضة عصر بسبب ضعف الملك. أيوه بسبب ضعف الملك. قلت لك أيوه بسبب ضعف الملك يا عم. ماشي. 2 ظهر عدم استقرار تراب الأمن، يبقى قلة الأمن والاستقرار. 3 عندنا زادت أعمال السلب والنهب. 4 عندنا طب الملك لما يكون ضعيف ايه نتائجها؟ زادت نفوس حكام الأقاليم، لم يقدموا مين؟ الولاء والطاعة، ورفضوا ايه؟ دفع الضرائب. سيدت الفوضى في كل مكان، يبقى انتهت الدولة وانتشرت الفتن والمحن التي كانت في أسرة كام؟ 11. يبقى خد بالك كده، يبقى رقم 1 ضعف مين؟ ضعف الملك. تعالى كده نلخص كده مع بعض. ضعف الملك. 2 انتشار الفوضى، مش عايز اكتب ليه ده معرفش حصل له ايه؟ انتشار الفوضى وايه؟ وقلة الأمن. حلو؟ 3 يبقى رقم 1 2. 3 عندنا زيادة نفوس حكام الأقاليم بيستغلوا الفرصة. زيادة نفوس حكام الأقاليم. مين الملك بقى اللي هيجي يظهر بقى عندنا؟ جه عندنا الملك اسمه عصر الدولة ايه؟ عصر الدولة الوسطى. بتبدأ من كام لكام؟ من 11 ل 12، وده أقل عصر عندك تقدما وازدهار. يبقى أقل عصر تقدما وإيه؟ وازدهار. يبدأ بالملك اسمه ملك مين؟ من تحتب الثاني. اسمه ايه يا باشا؟ من تحتب الثاني، من ملوك الأسرة كام؟ 11. أعاد توحيد البلاد واتخذ عاصمة للبلاد. ده يتشابه مع الملك مين يا باشا؟ الملك مين يا بابا؟ الملك مين؟ إن هما الاتنين يتشابهوا في إيه؟ وحدوا البلاد واتخذ عاصمة للبلاد.
أخذ حكام الأقاليم، أضعف نفوس مين؟ الموظفين. الملك منحات الأول بقى. يبقى أنت عندك هنا تحطه بالسيل أسرة 11، هنا يدى الأسرة كام؟ ال 12. هنا نقل العاصمة منين؟ من طيبة إلى أسيتاتاو. طب ليه؟ هو ليه نقلها يا مسادير؟ عشان أو كتبها هنا، نقلها إلى هنا ليه؟ عشان تكون قريبة من منطقة مين؟ الدلتا يا باشا. عشان يكون قريب من منطقة الدلتا، يعني أرض إيه؟ زراعية. رغبته أن تكون عاصمة أكبر، إن عايز منطقة خصبة يستخدمها في الزراعة لإقامة مشروعات الري. يبقى هنا حقق هدف اسمه هدف مين هنا؟ هدف اقتصادي. وخد بالك ان اسيتاتاو بتقع قرب مين؟ شتس اللي هي حاليا بالعياط بمحافظه الجيزه. خد بالك هي بتقع فين؟ دي الجيزه. يعني قريبه من انهي جهه في الدلتا؟ جهه مين؟ هي قريبه من الدلتا، الشمال ولا الشرق ولا الغرب؟ هتقولوا مين؟ الغرب. حلو الكلام. يبقى خد بالك هو عمل عاصمه، يبقى اهداف مين؟ سياسيه. حلو. وعمل طيب. قول لي بقى هنا هو منحات الاول ومن تحطه بالثاني يتشابهون في ايه الاثنين؟ طب بص بقى معايا كده في التشابه. بص يا باشا، تعالى كده معايا. احنا قلنا كده الملك مين؟ نمسك التشابه مع بعض كده مع بعض. ومن تحاطب الثاني، الاثنين هيتشابهونا في حاجتين، ايه هما؟ اول حاجه عندنا رقم 1 توحيد البلاد. توحيد البلاد. 2 إنشاء عاصمة جديدة. يبقى إيه التشابه بينهم الاتنين يا جماعة؟ التشابه بين المينا ومن تحاطب الثاني توحيد البلاد، إنشاء عاصمة جديدة. توحيد البلاد وإنشاء عاصمة جديدة. حلو كلام. طيب نخش على اللي بعده. خش على اللي بعده يا باشا. من تحاطب الثاني وعندك منحات الاول. الاثنين بيتشابهون في ايه من تحاطب؟ اول حاجه الاثنين يتشابهون في حاجه واحده، انشاء ايه؟ عاصمه جديده. دي هنا عمل طيبه وهنا عمل مين؟ اسيتاتاو. تمام كده؟ ماشي. نخش على اللي بعده بقى، نخش الجزئيه الثانيه. سنسرت الثالث ومنحات الثالث من ملوك العظماء برضه. يتميز عهدهم بالرخاء والاطمئنانية. شيد الكثير من المباني في مختلف مين؟ يبقى هنا شيدوا مباني معمارية، وهنا يبقى في تشابه مع عصر الدولة القديمة. اهتموا بالري والزراعة، حاطط اقليم في اكتر من اقليم اخر. طيب مين يهتم بالري والزراعة؟ منحات الثالث. مين يهتم بالمباني؟ سنسرت الثالث. طيب لو لاحظت كده يا باشا، انت عندك منحات الثالث هيتشابه مع الملك مين اللي اهتم بالزراعه؟ منحات الاول. يبقى لو جينا بصينا كده معايا كده في التشابه الثاني، انت عندك هنا يا باشا منحات الاول ومنحات الثالث. الاثنين دول تشابهونا في ايه؟ تشابهونا في المجال الزراعة، اهتموا بالزراعة. ده عمل نقل عاصمة إلى اسيتاتاو عشان يكون قريب من نشاط الري، وده عمل سد اسمه سد مين يا جماعة؟ سد اللاهون. تمام؟ يبقى احنا كده بنطلع التشابه لاستنتاجات نواتج تعلم هتنفعك في الحل يا باشا. اوكي؟ طيب طبعا نطلع التشابه بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى. هو ايه التشابه بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى؟ حاجتين او حاجة واحدة اللي هما اتنين يشوفونا في ايه؟ انشاء مباني معمارية. يعني ايه؟ ده يتميز ببناء ايه؟ عصر بناء الاهرامات، وده كان عصر الرخاء الاقتصادي. طب انت منين وانت بتقولي ده اقتصادي؟ ما انت عندك اسمه الملك ايه؟ سنسرت الثالث. عمل ايه؟ عمل قناه اسمها قناه ايه؟ زيزو ستريت.
يبقى هنا في تشابه، الاثنين عملوا انشاء ايه؟ بناء معماري. تمام؟ نشرب ميه الاول. طيب اوكي ماشي. طيب نيجي نكمل. طبعا احنا عارفين عصر القوي عصر ايه؟ ضعيف. عصر الانتقال الثاني بقى جه بعد الدوله القديمه، بعد الدوله الوسطى انا اسفه، من 13 لل 17. يبقى مسمى ايه بقى؟ ضعف هيبه الملوك. يبقى هنا تشابه مع عصر الدوله القديمه، عصر الانتقال الاول. يبقى هنا يتشابه مع ايه؟ عصر الانتقال الاول. 2 زياده نفوس حكام الاقاليم. انت قلت لك اي عصر ضعيف يبقى ايه؟ زياده نفوس حكام الاقاليم. ضعف الملك، الاقاليم بيستغلوا الفرصه. وقوع البلد لاطماع خارجيه، ودي بقى مختلفه، ان البلد تعرض لاحتلال في عهد مين؟ اللي هم مين عرضوا احتلال؟ اللي هم جاوا من اي جهه؟ جهه من جهه مين؟ الشرق، الهكسوس. في عصر انتقال مين؟ الثاني. في عصر انتقال الثاني مصر تعرضت لاحتلال مين؟ الخارجي. مين الهكسوس بقى يا شباب؟ قبائل راويه جاءت من قاره اسيا، احتلوا مصر دون وجه حق، واتخذوا من اواريث عاصمه لها. فين اواريث دي؟ مصر دي اللي هي موجوده فين؟ شرق الدلتا. ركز بقى، يجي يقول لك العدو كان بياخد قرارات من انهي جهه؟ شرق ولا غرب؟ شرق، اللي هي موجود سنه الحجب الشرقيه دلوقتي. فانتهزت مين بقى تولى الجهود؟ امراء طيبه فرس، وقضى حكم اسمه الملك مين؟ احمس، بمحاربه مين؟ الهكسوس حتى هزمهم. وخدوا بالكم امراء طيبه دول اللي هم الاسره كام؟ ال 17. كانت على يد اول واحد سكنن را، ثم كيموس، وشجعت مين؟ ايه؟ مين؟ حطب، ثم مين؟ احمس. بتبدا مرحله جديده من ايه؟ من الاحتلال. طب بقى نعرف كده ايه الاوجه التشابه بين العصر الانتقال الاول وعصر الانتقال كام؟ الثاني. عصر الانتقال الاول وعصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الاول الاثنين قلت لكم هم الاثنين ايه؟ طبعا جم بعد عصر الضعف. اول حاجه عندنا ضعف مين؟ ضعف الملوك، دي اول حاجه. 2 زياده نفوس حكام الاقاليم. زياده نفوس حكام يا شباب الاقاليم. بس في اختلاف، ده او كده ده عندك مين؟ التشابه. ايه الاختلاف ما بينهم هما الاثنين بقى يا جماعه؟ الاختلاف ان هنا تعرضت ايه؟ تعرضت البلاد للخطر مين؟ الخارجي، اللي هم خطر مين يا شباب؟ الهكسوس. تعرضت البلاد لخطر مين يا شباب؟ الهكسوس. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده عصر الدوله الحديثه. يبدا من اسره كام؟ من 18 ل 20. بيضم اسره كام وكام؟ من 18 ل 20. عام كام؟ 1570 لحد عام كام؟ 1098. يبدا عصر الدوله الحديثه عهد الملك مين يا باشا؟ احمس الاول. الملك احمس نجح في انتصار على مين؟ الهكسوس. وبدا عصر جديد اللي مصر يطلق عليه اسمه عصر مين؟ المجد الحربي. يبقى يطلق عصر الدوله الحديثه اسمه عصر ايه يا شباب؟ المجد الحربي. اتجه احمس بعد ذلك الى فين؟ الى الجنوب لمحاربه بعض الضربات. قيام احمس باصلاحات داخليه، كونوا جيش منظم باستخدام الاسلحه الحديثه. حلو؟ طيب وبيواجه الاطماع الخارجيه. تعالوا بقى نعرف كده احنا عندنا خصائص عصر الدوله الحديثه. اول حاجه ان الملوك نجحوا في اقامه ايه؟ امبراطوريه مصريه، وحققوا انتصارات في معركه مين ومين؟ مجد وقادش. هناخدها. دخلوا في معارك، عندي ملك تحتمس والملك رمسيس الثاني دخل في معركه هنا ايه؟ مجد. ورمسيس دخل في معركه اسمها معركه مين؟ قلت لكم قادش، وعقد اول معاهده مين؟ سلام. دي كده انجازات سياسيه وعسكريه. طب انجازات الدينيه ان الملك اخناتون دعا الى عباده اله واحد اسمه اله مين؟ اتون. يبقى هنا اقامت اول ثوره دينيه. اول ثوره ايه يا شباب؟ دينيه على يد الملك مين؟ اخناتون. طيب انجازات بقى عندنا، قلنا عندنا اللي عمل هنا عمل ثوره دينيه. جه عندنا الملك اسمه ملك مين؟ حور محب. قضى على هذا الايه؟ عن طريق اصدر القوانين والتشريعات. يبقى حور محب تمتع بكام سلطه؟ 2 تنفيذيه تشريعيه. عشان يعيد البلد ايه؟ نظامها تاني. الملك رمسيس الثالث اخر الملوك ايه؟ ودخل في معارك ايه؟ بحريه، ودي كانت اول معركه بحريه مع شعوب جزر البحر المتوسط.
اما الانجازات الاقتصاديه بقى الملكه اسمها ملكه مين؟ حتشبسوت، ارسلت رحلات تجاريه الى بلاد بند. يبقى لو لاحظت في العصر دوله حديثه هو سبق لو انت ابراهيم، في ناس اهتمت بالدخول في الحروب، ناس اهتمت بالثوره عملت ثوره، في ناس اهتمت عزلوا قانون التشريعات، في ناس اهتمت بحلول مين؟ الاقتصاديه. طيب يضاعف السقوط بقى الدوله الحديثه بعد وفاه رمسيس الثالث، ايه اللي حصل بقى؟ سيطرت طبعا كانت من اله امون على الحكم، ضعف نفوذ الفراعنه، بدات فتره حكم الدوله مين؟ الحديثه نهايتها. يبقى لو جينا قلنا كده يبقى كل واحد ليه ميزه. اول حاجه عندنا الملك مين؟ احمس، اللي هو طرد مين يا شباب؟ طرد الاكسوس من مصر. دي حلو. الملك اللي بعديه الملك عندنا اسمه ملكه مين؟ حتشبسوت، ارسال رحلات الى بلاد بند. بعد الملك عندي ملكه حتشبسوت، عندي ملك مين بعديه؟ تحتمس الثالث. عندنا دخل في معركه اسمها معركه ايه؟ ماجدو ضد امير قادش. مع تحتمس عندي اخناتون او اسمه من حطب الرهبه، دعا الى قيام ثوره دينيه. عندي حرب محب جه بعديه قضى على ايه؟ الفوضى والترابط. قضاء على الفوضى والاضطرابات عن طريق ايه؟ اصدر مين؟ القوانين والتشريعات. حلو كده، اصدر قوانين ايه يا شباب؟ والتشريعات. ماشي. بعد كده جه عندنا رمسيس الثاني، دخل في معركه اسمها معركه مين؟ قادش ضد مين؟ الحيثيين، وانتهت بعقد ايه؟ اول معاهده سلام. جميل الكلام. بعد كده جه عندنا رمسيس الثالث، دخل في معركه ايه؟ بحريه ضد مين؟ شعوب جزر البحر مين؟ المتوسط. حلو الكلام. طيب نيجي بعد كده بقى نيجي نخش نشوف الجزئيه الثانيه. العصر متاخر، اسره كام من 21 لحد كام؟ 30. بيضم بقى النيار بقى. جه عندنا عصر متاخر، ركز عشان دي مهمه، وده يعتبر اطول عصر زمنيا واطول عصر ضعف وانهيار. اطول عصر زمنيا واطول عصر انهيار. ضعف مين؟ البلاد واضمحلالها، عاشت تفككت وحده البلاد وخسرت كل ممتلكاتها في الخارج. سيطر عليها الاحتلال الاجنبي. بدايه مين؟ خد بالك بقى ان في العصر الفرعوني تعرض للاحتلال الاجنبي. بدايه من احتلال مين؟ الفارسي. بص انا بقول لك ايه؟ بدايه الاحتلال بعهد مين؟ الفارسي، وانتهت باحتلال مين؟ اليوناني. يبقى بدايه الفارسي وانتهت باليوناني. انت بتركزي معايا في الحته دي ليه؟ عشان مهمه. بدايه بالحكم الاحتلال الفارسي وانتهت بالايه؟ باليونان. هناك فتره قصيره برضه، خدوا بالكم بقى، في فتره من 21 لحد كام؟ 30. ظهرت فتره في النص اللي هي اسره كام؟ 26. في الاسره عصر مين؟ اسمه عصر النهضه، ودي مهمه يا عمي. كانت في عهد الملك اسمه عصر النهضه، الاسره 26 في عهد الملك بسمتك الاول ونيخاو الثاني. انت مركزه معانا في الحته دي ليه؟ قلت لك يا باشا عشان مهمه والله، قلت لك مهمه والله مهمه يا جماعه، والله العظيم. انتوا لو بتسمعوا كلام يعني مش حاسه الكلام ده كله. بسمتك الاول ونيخاو الثاني اسمه عصر مين؟ النهضه، الاسره 26. حصلت نهضه في البلد. يجي يقول لك كان في ظلام وتحول الظلام الى نور. كانت في اسره كام؟ 26 في عهد الملك بسمتك الاول عصر النهضه. اخر حته عندي بقى وكده انتهى خلاص عصر فرعوني اسره 30. ايه خصائص الحضاره المصريه القديمه؟ اول خاصيه عندي التواصل الحضاري. الحضاره المصريه القديمه لم تكن منغلقه عن نفسها، بل كان في تواصل. لم تعيش الحضاره المصريه منعزله، بل نشأت في العالم من نور المعرفه، والعلم متاثره بحضاره الشرق والغرب بمستويات مختلفه. دي اول حاجه.
التدين لانها دعت الحضاره المصريه من انظار وحيبه الدين، ومن دعت الى ايه؟ الى التوحيد. كانت في عهد الملك اخناتون. التقدم لانها تقدمت في جميع المجالات، في العلوم والادب والفنون وسهلت على كل الناس. الاصاله اعتمدت على عقول مصريه. الاستمراريه ان هي استمرت اكثر من الاف السنين دون انقطاع. القدم مصر قامت في الحضاره المصريه القديمه بلغت تاريخها حوالي قد ايه؟ 7000 سنه، اكثر من 7000 سنه. يعتبر كده رجعنا الدرس ايه؟ اللي هو ايه؟ الدوله القديمه. يا رب تكونوا استفدتوا منه. نخش على الدرس الثاني. طيب نراجع بقى الدرس الثاني اللي هو الحياه الاقتصاديه، الزراعه. يعتبر نهر النيل هو العامل الرئيسي في قيام الحضاره الزراعيه في العالم طبعا. كانت الزراعه في مصر هي اساس رخاء البلاد وثورتها، واهم مصادر الدخل بالنسبه المصري القديم. ذلك ارتبطت الارض الزراعيه ويتعلق بها ودافع عنها. يبقى انت عندك لفه اللي هترتبط بالارض الزراعيه رقم 1. ليه؟ لانها اساس الرخاء. 2 اهم مصادر الدخل القومي. فبدا يواجه بقى عمل ايه بقى؟ دافع عنها، وكمان ايه؟ في مواجهه كل خطوه اعتبر وطن خير الاوطان. طيب كانت المحاصيل كان بيزرع هناك المحاصيل عن طريق حاجه اسمها اكتفاء ايه؟ الذاتي، ما عدا فترات الكوارث وكانت الفيضان. يعني هو عشان يتجنب الاخطار الطبيعيه كان بيخزن المحصول عشان يتجنبه. فعمل زرع الحبوب مثل القمح والشعير، الخضروات، البصل، الثوم، الخس، الاشجار المثمره مثل البلح والعنب والتين، نباتات زيتيه مثل السمسم لاستخراج الزيت، البقولات مثل العدس والترمس، الالياف مثل الكتان لصناعه النسيج. طيب الملكيه الزراعيه بقى، كانت جميع الاراضي الزراعيه في مصر كانت ملكا لمين؟ للملك اللي هي الدوله. وكان الفلاحين ومزارعين الارض مطالبين بتسليم الجزء الاكبر من محصول دفع. يبقى الارض كانت ملكا لمين يا جماعه؟ ملكا للفرعون. طيب الفرعون بقى كان عندنا قسم الملكيه اللي كان ملكيه 2، في ملكيه خاصه وفي ملكيه الاوقاف. الملكيه الخاصه كانت بيديها لمين؟ للجنود المخلصين وكبار الموظفين اراضي زراعيه. حلو؟ عشان تكون ملكا لهم ورثتهم. ليه؟ عشان بيكافئوهم على الاراضي الزراعيه. اما الاوقاف كانت عندي ملكيه لمين؟ دي ارض خاصه بينفق على المعابد والمقابر. يبقى انت عندك كم ملكيه؟ ملكيه خاصه وملكيه الاوقاف. الخاصه كانت بتديها للجنود وكبار الموظفين. اما الاوقاف بتديها للمقابر والمعابد. تربيه الحيوانات بقى، كبرب الحيوانات. اشتهر المصريين على تاريخهم بحبهم لرعي الحيوانات والرفقا بيهم. حلو. وكان يقوم برعي الماشيه طائفه خاصه من الرعاة المحترفين. يبقى هم كانوا بيزرعوا خاصه، الماشيه، وخاصه في منطقه يا جماعه؟ الدلتا. طيب تعالوا بقى نعرف ليه مصر كانت صاحبه ايه اكتر زراعه في الدلتا؟ لانها ترفع فيها المراعي الطبيعيه الماشيه. طب بيربوا ايه بقى؟ مين احتلت المكان الاولى؟ الابقار من الحيوانات، بالاضافه الى تربيه الاغنام والماعز. طيب من الطيور اللي تعرفوها البط والوز والدواجن والحمام وعطيه تربيه النخيل. طيب تعالوا بقى نعرف هنا، انت عندك هنا كان بيستخدموا حيوانات في ايه؟ اعمال الزراعه والنقل. بياخدوا منها الصوف وشراو جلدها. جميل. اختلفت انواع الصيد، دي مهمه يا جماعه. صيد البر كان بيصطادوا حيوانات مثل الغزلان والاسود، وليست وسيله الوسيله للعيش، بل كانت هناك للطر فيه. يبقى اللي كان بيستخدموها الطبقه الطبقه الغنيه. اما الطيور بقى بيستخدموها صيد السمان والطيور والبجع، وكان لا تحتاج لمجهود كبير. اما بقى الاسماك كان بيستخدموها هي المصدر الرئيسي فين؟ اللي خاصه للطبقات الفقيره، وبيستخدموا من النيل والترع والبحيرات. النيل والترع ايه يا شباب؟ بحيرات. يبقى هنا بيسموها الطبقه الطبقه الفقيره والمتوسطه. يبقى هنا في اختلاف في الصيد حسب طبقات الصيد البر وصيد الاسماك. طيب دور الدوله بقى في التنميه. ساهمت الحكومه المركزيه في تحقيق النهضه الزراعيه من خلال ايه؟ رقم 1 القصص دي مهمه، اقامه مشروعات للري. 2 اقامه السدود لحد من الفيضانات. زياده مساحه الاراضي الزراعيه في عصر الدوله الخاصه في كان ده في عصر الدوله الوسطى.
وخاصه كان في عهد الملك اسمه ايه؟ امنحات الثالث، ودي مهمه يا جماعه. تمام؟ بدأوا يعملوا ايه كمان؟ عرفت مصر الاداره السلميه الحازمه لمواجهه مين؟ الازمات. جميل؟ يبقى خدوا بالكم ان هم كانوا بيعملوا اتبعوا نفس سياسه مين؟ او اتبع نفس اداره مين السلميه اللي تعملها مين؟ سيدنا مين؟ يوسف. اهو ان وضعوا استراتيجيه لمواجهه الطوارئ، خاصه مين؟ لقصه سيدنا يوسف والخطوات اللي اتخذها في سنوات الجفاف. فاتبعوا نفس الاداره، ازاي؟ ان خلوا بنوا سد عشان يعمل ايه؟ يحظم مين؟ عملوا كمان تشرف حكومه مركزيه على نشاط الري وعمليات الزراعه المختلفه من خلال مين؟ خلوا كل حاجه لها اداره، مثل اداره الحسبه، إدارة الجمارك، إدارة مسح الأراضي، وإدارة مين؟ الري. عملوا كل حاجة إدارة. طيب إيه بقى اللي عملوه مشروع سد اللاهون؟ أقاموا مشروع اسمه سد مين؟ اللاهون. دي مهمة جدا 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 جدا. كانت الفيوم تقع على شاطئ البحيرة، عارفاها اسمها مين؟ اليونان باسم مين؟ موريس. وكان بحر يوسف قلت لكم خضع أحد الفروع. إزاي؟ بص معايا يا باشا، أنت عندك هنا كان بيحصل إيه؟ بيحصل فيضان. تمام؟ كان بيحصل هنا فيضان، فاخدوا من الترعه اسمها ترعه مين؟ الابراهيميه. طلعت منها ترعه اسمها ترعه ايه؟ بحر يوسف. دخلت هنا في السد. يبقى خدنا الترعه، السد خد منين؟ ميته من ترعه ايه؟ بترعه بحر يوسف، دخلها على منخفض الفيوم. طيب مين اللي عمل الكلام ده؟ امنحات الثالث. ده كان في عصر ايه يا شباب؟ عصر الدولة الوسطى. عشان كده بيجي يقول لك ان امنحات الثالث اهتم بالزراعة. طب ما النتائج لما حصل بقى يجي يقول لك كده، ايه النتائج المتبعة على السد اللي هون؟ منع الفيضان، اغراق الاراضي، تخزين الايه؟ المياه. طيب وبدأ يعمل ايه؟ عمل مصارف وجسور. طيب طب بعد بقى ما حفرنا وعملنا السد، زرعنا كام فدان؟ 27,000 فدان. يبقى ده حقق هدف مين؟ هدف اقتصادي. طب بنى مدن حول بحيرة مين؟ موريس. يبقى مدن جديدة. يبقى ده هدف مين؟ معماري. يبقى سد اللاهون حقق كام هدف؟ 2، اقتصادي ومعماري. اقتصادي وايه يا شباب؟ ومعماري. يبقى حقق هدفين يا جماعة، اقتصادي وايه يا شباب؟ ومعماري. حلو كلام؟ طيب نخش على الصناعة. يبقى لو جيت بصينا كده ان المصريين القدماء في دور الدولة في الزراعة، رقم 1 إقامة مشروعات الري. 2 استصلاح وايه؟ زرعوا ايه بقى؟ استصلاح الأراضي الزراعية. 3 عندنا إنشاء سد اسمه سد مين؟ اللاهون. 4 عندنا إقامة إدارات مركزية تشرف على الأراضي الزراعية، تشرف على الأراضي. طيب اللي عمل سد اللاهون اسمه ملك مين يا جماعة؟ امنحات الثالث. حلو الكلام؟ امنحات يا جماعة الثالث. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى نخش على الجزئية التانية. كده لخصنا الجزء ده. الصانع. كان الصانع المصري يرث عن أبيه وجده ويورثها أبنائه. يبقى هنا يكتسب إيه؟ خبرة من بعد، فده يساعد على إتقان هذه الحرفة ويطورها من جيل إلى جيل. فكان من حق الصانع يزود الحرفة التي إيه؟ يريدها، وبدأ يعرف خصائص وأسرار المادة الخام التي يستخدمها. فابدع في جميع الصناعات. ركز بقى معايا كده في الصناعات عشان ده مهم قوي. من أقدم الصناعات اللي صناعة اسمها صناعة الحجرية. صنع منها مين؟ التماثيل والتوابت والأواني. صنع منها إيه يا شباب؟ التماثيل والأواني والتوابيت. أما الفخارية استضاف صناعة مين؟ صناعة الطمي. يبقى دي اسمها صناعة إيه؟ محلية. يعني صناعة محلية نستخدمها من طمي نهر النيل. بصنع منها مين؟ التماثيل والأواني وطوب البناء. أما الزجاجية، الزجاج طبعا اللي هم أول شعوب استخدموا الزجاج من الرمال مين؟ البيضاء. يبقى هنا استخدامها من الصحراء المصري، الصحراء عندنا واللي أخدوها بعد قبل مني فنكين. الصناعات المعدنية صنع منها من الذهب. صنع من الذهب تيجان، أقنعة، أواني، حلي، توابيت. وخد بالك إن التوابيت كده اعتمد على كذا مادة خام.
من تابوت مين؟ توت عنخ امون. وبدأوا يستخدموا الفضة وصناعات محدد. ليه؟ الارتفاع الثمن بالنسبة ايه؟ ندرته ارتفاع ايه ثمن مين؟ الذهب. يبقى يجي يقول لك مين المادة مين الصناعة اللي اعتمد على كذا مادة خام؟ التوابيت. الصناعات بقى الخشبية ودي استوردوها مين؟ الخشب الجيدة من الخارج. ليه؟ يبقى مين اعتمدت على مواد غير محلية أو صناعات غير محلية. هتقولوا مين؟ الأخشاب، مثل خشب الأرز والأبانوس. فصنعوا منها مين؟ أخشاب، سفن، أبواب، توابيت، آسة صغيرة. طب الصناعات النسيجية، عرفوا المصري القديم النسيج من نبات مين؟ الكتان ومن صوف الحرير. كانت النساء يقومون بعمليات مين؟ الغزل وبمخازن الخشب وتقوم بأعمال اليدوية. جميل. صناعة النساء. الصناعات بقى الجلدية يا جماعة، تقدم المصري القديم في صناعة ايه؟ فن ايه؟ الدباغ. من أهم منتجاتها مين؟ الأحذية والمقاعد وأغطية الوسائد والأرضية مين؟ العربية قرب مين؟ المياه. ده الجلد. الصناعات تعتمد على نبات البردي. المصريين أول من صنعوا الورق من نبات البردي. وأول من صنعوا ورق فين؟ في العالم. صنعوا من نبات البردي ايه؟ المراكب الخفيفة والسلال والحبال والحصى والمين والفرش. يبقى خد بالك، يبقى انت عندنا بص كده عشان نلخص الحوار ده. في عندك صناعات محلية وفي عندك صناعات غير محلية. الصناعات المحلية اللي هي تعتمد زي مين عندنا؟ الحجرية والفخارية والزجاجية، وعندي نبات البردي، وعندنا كمان النسيج والجلود. اما غير محليه الصناعات ايه يا شباب؟ الصناعات الخشبيه. ليه؟ لانهم استوردوا مين يا جماعه؟ الخشب. اوكي؟ طيب لو جه قال لك مين انهي صناعه اعتمدت على كذا ماده خام، هنقول له مين؟ التوابيت اعتمدت على كذا ماده خام. مثل مين ومين؟ عندك الحجر وعندك مين؟ المعادن. جميل؟ طيب وبرده من الصناعات الخشبيه برده جنبها كمان في صناعات ايه؟ معدن، كان بتجيبوا برده المعادن من بره. ماشي نكمل. عندنا دور الدوله في الصناعه. اهتمت الدوله باستخراج ايه؟ المعادن، ووفرت الامن والامان والحمايه بس مين؟ قاعدين فين؟ في الصحراء. وكان الملوك يفخرون ان هم يعطونا عمال ويحققهم ايه؟ ويمنعوا عنهم مين؟ السخريه. طيب وكانت الاجور تصرف على شكل معلن، يعني هم كانوا بيديهم فلوس عشان يطلعوا ويستخدموا مين؟ المعادن. طيب نيجي نخش على الجزئيه الثانيه بقى، التجاره. طيب الجزء بقى الثالث هو التجاره. التجاره بقى عندنا انقسمت عندنا اتنين، تجاره داخليه وتجاره ايه؟ خارجيه. التجاره الداخليه يا باشا اللي هي بتكون بين المدن والمصريه والقديمه، وكانت الاسواق بين المدن ومين؟ وقرى، وكانت تتم عن طريق حاجه اسمها مين؟ المقايضه. يعني ايه المقايضه؟ بنبدل سلع اخرى. اما بقى الخارجيه اللي كانت بين مصر وبين ايه؟ الدول الثانيه، عشان بنبدل السلع. بدات بمين بقى؟ بالاقليم السوري مع سوريا اللي هي فينيقيا على يد الملك مين؟ سنفرو، ومع بلاد النوبه شمال السودان حاليا، بلاد بونت وبلاد بونت الصومال وليبيا. ومع بدايه عصر الدوله الحديثه شهدت ايه؟ مصر طفره حضاريه وتجاريه غير مسبقه، حيث اصبحت مصر امبراطوريه كبيره وصل النشاط التجاري الى فين؟ الى البحر المتوسط. يبقى خد بالك، يبقى حصل تطور كبير في عصر الدوله مين يا شباب؟ الحديثه. يبقى هي بدات فين؟ في عصر الدوله القديمه، كان في عهد الملك مين؟ سنفرو. لما بعت الى سنفرو لجلب خشب اسمه خشب مين؟ يبقى خد بالك بص معايا كده، يبقى هي بدات بمين؟ بدات بعهد الملك مين؟ سنفرو. ده في عصر الدوله القديمه، لما ارسل رحلات تجاريه الى فين يا شباب؟ الى فينيقيا لجلب خشب اسمه خشب مين؟ خشب الارز. كمان باع كام سفينه؟ 40 سفينه. حلو؟ طيب الحاجه الثانيه بقى ان كانت فيها علاقات مع مين؟ مع ليبيا اللي هو الجزء الغرب، كنا جبنا منهم مين؟ الزيوت والماشيه. وعملنا علاقات برضو مع شمال السودان
اللي هي منطقه مين يا جماعه؟ النوبه. وبعتنا رحلات تجاريه الى بلاد بونت، كانت في عهد الملك امين حتشبسوت. عشان بيجي يقول لك كده حدثت طفره حضاريه حديثه، كانت في عهد مين؟ هنقول له في عصر الدوله الحديثه. حلو؟ طيب نيجي بعد كده في عهد الملك بني خيو في عصر النهضه. هنا بقى هنا عندنا عصر النهضه. ايه اللي حصل؟ ايه الاسره كام؟ 26. ازداد النشاط التجاري في قاره افريقيا في عهد مين؟ قلت لكم اسره 26. من اشهر الملك مين؟ خاو الثاني، لما نشط حركه التجاره الخارجيه عبر الطريق مين؟ البحريه والبريه. فقاموا أول محاولة تاريخية للدوران حول قارة مين؟ أفريقيا، اللي هو استعان بالفينيقيين. والرحلة دي قعدت كام سنة؟ 3 سنين. خرجت من خليج السويس وعادت السفن محملة كل البضائع التجارية. والرحلة دي قعدت كام سنة؟ 3 سنين. حتى عادوا محملين من جبل طارق إلى مصر، محملين بإيه؟ بجميع خيرات أفريقيا مما حصل عليه. أنت عندك التجارة أهي، بص كده. لو جينا رسمناها كده أهي، بص يا باشا، ان التجاره خرجت من خليج مين؟ السويس، ومشيت من البحر المتوسط عن طريق ايه؟ جبل ايه؟ طارق، ماشيه محمله عند المحيطات، ورجعت من ايه؟ من جبل طارق. جايين محملين ايه؟ بيقول لك محملين بكل بضائع قاره مين؟ افريقيا. الرحله دي قعدت كام سنه؟ قلنا قعدت ايه؟ 3 سنوات. 3 سنوات قاعدين في هناك. حلو الكلام؟ طيب دي كانت في عهد مين الكلام ده كله؟ في الاسره 26 كانت في عهد الملك نخاو الثاني، ودي مهمه جدا. كان في عصر مين اسره؟ قلنا عصر مين يا شباب؟ النهضه. طيب جه يقول لك بقى عندي كام انواع نقل؟ 3. في نقل نهري، في نقل بحري، في نقل ايه؟ بري. نقل نهري ده عن طريق نهر النيل اللي بيمتد من الشمال لايه؟ للجنوب، من الجنوب للشمال. نهر النيل من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب، السفن. البحري عن طريق البحر المتوسط نقل البضائع، كان في تواصل حضاري. يبقى ده عن طريق مين يا شباب بقى؟ البحر المتوسط. والبحر مين يا جماعه؟ والبحر الاحمر. اما النقل البري عن طريق حاجه اسمها مين؟ الدواب، اللي هو بالنقل لنقل الاحجار في الدوله مين؟ حديثه. وبداوا يستخدموا حاجه اسمها العجلات الحربيه، ودول اخدوهم منين؟ من الاكسوس. يبقى انت عندك كام نقل؟ 3: بري ونهري وبحري. ايه هم يا شباب؟ بري ونهري وبحري. ايه بقى دور الدوله في تنميه التجاره بقى؟ بص معايا بقى كده مهم. بداوا يعملوا دمركوا على تشجيع التجاره ويوفروا مناخ مناسب عن طريق ايه بقى؟ اقامه تحصينات على حدود مصر تامينها وتسهيل التجاره عندهم. انشاء ادارات خاصه مثل اداره مين؟ المحاسبه، اداره جمارك، التجاره الخارجيه، وتجاره القوافل مين؟ التجاريه. يبقى انشاء ادارات خاصه مثل مين يا شباب بقى؟ المحاسبه، الجمارك، التجاره الخارجيه، والقوافل مين؟ التجاريه. جه عندنا ودي مهمه جدا 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 جدا، مهمه جدا. شق الملك، اسمه ملك مين؟ سونسيرت الثالث، قناه عند الجندل كام؟ الاول، لتمر في السفن عند منطقه اسوان. ركز عشان دي مهمه قوي يا جماعه. بص بقى معايا يا باشا كده، بص يا باشا، احنا كنا عارفين هنا دلوقتي كانت في الحته دي في حاجه اسمها مين؟ صخور. في حاجه اسمها ايه؟ جنادل. الجنادل دي كانت صخور عباره بتتعرض مجرى نهر مين؟ النيل. حلو؟ طيب الصخور دي بقى اعترض مجرى نهر النيل. جه عندنا ملك اسمه الملك مين؟ سونسيرت الثالث. عمل ايه؟ شق قناه عند الجندل الاول. يبقى عمل ايه يا شباب بقى؟ شق قناه عند الجندل الاول. يبقى مين حل مشكله الجنادل؟ سونسيرت الثالث في عصر الدوله مين؟ الوسطى. بخلى السمن تعبر خاصه عند منطقه مين يا شباب؟ اسوان. يبقى يعتبر اسوان دي كانت من اهم مركز تجاري ضخم. اهم مركز تجاري ايه يا شباب؟ ضخم. يبقى ليه اختاروا اسوان؟ لاهميتها مين؟ الجغرافيه. دي مهمه، خدي بالك السؤال ده بيجي في امتحان. يبقى ليه مش من اسوان؟ يبقى ليه اسوان تبقى اهميه كبيره؟ اهميتها مين؟ الجغرافيه، ان السفن بتعدي من الشمال للجنوب، من الجنوب لمين؟ للشمال. فاسوان لا اهميه ايه؟ كبيره. طيب
نيجي حاجه تانية، عمل ايه كمان؟ ربط النيل بالبحر الاحمر بقناه السويس لتسهيل التجاره مع بلاد بونت. وضع قوانين ضبط الاسواق وحمايه المعلومات. ازاي بقى؟ واستخراج لغايه عقوبات. هو حفر قناه، حفر ايه؟ قناه هنا. جه عندك برضه سنسرت بدأ يحفر قناه منين؟ من البحر الاحمر، بنهر البحر المتوسط عن طريق مين؟ نهر النيل، اسمها قناه زيزو ستريتس. القناه دي عملت علاقات مع مين؟ جزر البحر المتوسط ومع بلاد بونت. يبقى عمل علاقات خارجيه مع الدول الثانيه، جزر البحر المتوسط وبلاد ايه؟ بونت. مين اللي حفرها برضه؟ قلنا في عصر الدوله الحديثه، سوري انا اسفه، عصر الدوله الوسطى. عصر الدوله ايه يا شباب؟ الوسطى. ده مين؟ سنسورت الثالث. حلو الكلام. يبقى احنا كده عرفنا ان سنسورت الثالث عمل ايه؟ طيب بقى نعرف ايه بقى التواصل الاقتصادي المصري مع افريقيا ومع السودان. ده مهم بقى. كانت مصر تصدر الى شمال السودان ايه وايه؟ تصدير. خدوا بالكم شمال السودان اللي هي الجنوب تحت. صدروا ايه بقى؟ نحاس اسلحه منسوجات. ايه هم يا شباب بقى؟ نحاس اسلحه منسوجات. طب مصر كانت بتستورد ايه؟ بخور وعطور، مواد التحنيط والكروم والزيوت. يبقى خد بالك احنا الزيوت خدناها من كام جهه؟ 2، الجنوب والغرب. يبقى مين كانت مركز تجاري ضخم عندنا؟ قلت لكم محافظه مين؟ اسوان، دي احدى مركز تجاري. يبقى هي تتمتع باهميه ايه؟ جغرافيه. تأثرت المنتجات النوبية بالصناعات المصرية كصناعة مين؟ الأقماش، استعمال الخرز في ثقافة مين؟ الملابس. يبقى أنت خد بالك إن النوبة تأثروا بالعادات عندنا في المصرية. قام ملوك الأسرة كام؟ السادسة برسالة بعثات تجارية، رئيسها مين؟ أحد كبار الموظفين. ومن أشهر رؤساء البعثات اسمه مين؟ حرحوف، الذي يعد من أهم الرحالة في الدولة القديمة. طيب بدأت بقى العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية زودت عندما قامت إيه بقى؟ يعني يجي يقول لك بقى تقدمت التجارة خاصة في عصر الدولة مين؟ الحديثة، في عهد الملكة حتشبسوت، لما أرسلت عندنا كام سفينة؟ 5 سفن برحلة بحرية لبلاد مين؟ بونت، وصورتها خدي بالك على الجدران بتاعها على المعبد بتاع اسمه معبد مين؟ الدير البحري. كان عندنا بقى إيه؟ تظهر سفن محملة بإيه بقى؟ الشبابانوس والعاج والبخور. يبقى انت عندك تصورت في عصر الدوله ايه يا شباب؟ الحديثه. طيب فاضل بقى الدرس التاني اللي هو الدرس ايه بقى؟ الحياه السياسيه. ده برضو داخل في الامتحان. الدرس بقى التالت معايا يا جماعه حياه ايه؟ السياسيه. بصوا معايا كده. ادرك المصريون منذ لحظه التاريخ ان ابنهم والقوم يتمكن لازم يكون في وحده ايه؟ سياسيه، لازم يكون في ملك ماسك الدوله. فأمن الشعب أن الوحدة هي الطريق الوحيد لبناء وتكوين دولة، فطبيعة الحياة في مصر أدت إلى وجود تنظيم إداري وسلطة مركزية. طيب بصوا معايا بقى كده. مين عناصر الحكم عندنا بقى؟ بص كده يا باشا. عندنا عناصر الحكم. طبعا احنا عارفين في الأول خالص إن مصر كانت منقسمة لإيه؟ مملكة ايه ومملكة ايه؟ الشمال ومملكة مين؟ الجنوب. ودولة كانت مش متوحدة، كان في 2. اللي جه وحد البلاد اسمه الملك مين؟ مينا موحد القطرين سنة كام؟ 3200 قبل الميلاد. حلو الكلام؟ ماشي. فلما مينا وحد القطرين سنة 3200 وحد الشمال وحد مين؟ الجنوب. طب ايه اللي ساعد الملك مينا؟ أول حاجة وجود نهر مين؟ النيل. وجود امتداد الوادي من النيل من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال. وجود الاراضي الزراعيه والتربه مين؟ الخصبه. دي كلها عوامل ساعدته. عشان احنا عندنا قبل ما ملك مينا كانت عندي كم في ايه؟ كانت في وحدتين. الوحده الاولى عام كام؟ 4242. والوحده الثانيه عام كام؟ 3200 قبل الميلاد. الوحده اللي كانت عاصمتها مدينه ايه؟ اون. ودي اللي كان كونها حكام مين؟ الدلتا. وللاسف ما كملتش. فجه الملك مينا وحدهم هم كلهم وقضى عليهم. طيب طبعا اعرف نظام الحكم عندنا كان نظام عامل ازاي بقى؟ ركز معايا كده. اول حاجه عندي مين؟ الملك اللي هو مين؟ افرعون. 2 الوزير. 3 عندنا اداره مركزيه. 4 الاداره المحليه. 5 عندنا الجيش والاسطول.
بعد كده عندنا مين؟ القضاء بقى، وايه، وعندك الشرطه، وعندك ايه ده كل ده. طيب بص بقى معايا كده يا باشا، الدرس ده مهم قوي وانا هراجع عليه، الحته دي مهمه قوي قوي، عشان الدرس ده لازم يجي منك على الاقل سؤالين، على الاقل ولا قوي، على الاقل. ركز معايا. اول حاجه عندي مين؟ الملك. الملك هو صاحب السلطه مين؟ التنفيذيه. الملك صاحب السلطه يا شباب التنفيذيه. اعتقد المصريين فكره الملكيه المقدسه، الملك كان بينظر للملك اللي هو ايه؟ ملك واله. يبقى الشعب كان بينظر للملك اللي هو ايه يا شباب؟ ملك واله. فكان فرعون في نظرهم ايه؟ اله على الارض، ودي شؤونهم ملكيه، وبيتركز في يده كل السلطات. بيتركز في يده ايه يا شباب؟ السلطات الدينيه والدنيويه. ايه بقى مهمته؟ اول حاجه يدير السياسة الداخلية، تعيين الوزراء وكبار الموظفين وإقامة مشروعات. يبقى السلطة إيه؟ تنفيذية. يدير السياسة الخارجية عن طريق إعلان الحرب وقيادة الجيش وعقد المعاهدات. سلطة عسكرية. صاحب الحق في إصدار المواسم والقوانين. سلطة مين؟ تشريعية. يبقى تنفيذية، عسكرية، تشريعية. الملك بيجمع في يده كل السلطات. ده ايه؟ الملك او فرعون. مهمة الملك بتزيد، فعين له مين؟ وزير. بس خد بالك ان اختلف منصب الوزير في الدوله القديمه عن الدوله ايه؟ الحديثه، ودي جت في امتحان السنه اللي فاتت على فكره، وركز فيها ان كان منصب الوزير كان محصور في اسره مين؟ الملك. كان بيختار من اسرته في عصر الدوله القديمه. ليه؟ لانهم اهل الثقه. فكان يشغلون اصحاب الكفاءه بقى، اصبح بعد ذلك يشغل اصحاب مين؟ الكفاءه والعقل. فتغير في عصر الدوله الحديثه، فكان عندي وزيرين، واحد في طيبه بيشرف على الوجه الإبلي، والتاني في منف بيشرف على الوجه مين؟ البحري في مصر وفي الدولة الوسطى. اللي بيشرف على الوجه الإبلي كان اسمه مين يا ميسادير؟ في عندي وزير ايه محاطب في الدولة القديمة، ورخم را في الدولة الحديثة. يبقى يجي يقول لك هنا رخم را اختاروه لأهل الثقة ولا الكفاءة؟ هنقول له كفاءة. طب المنحطب اختاروه بسبب ايه؟ اهل الثقه. يجي يقول لك ليه اختاروا وزير المنحطب لاهل الثقه؟ رغم را اهل الكفاءه. طب ايه مهمه الوزير؟ يعد رئيس الاداره المركزيه، بيساعد الفرعون في اداره الدوله. يبقى هنا سلطه مين؟ تنفيذيه. كبير القضاء ورئيس المحكمه العليا، يبقى سلطه هنا ايه؟ قضائيه. سن القوانين بتوفيق من الملك، يبقى سلطة هنا ايه؟ تشريعية. الحاجات دي كلها مهمة. اما بقى الإدارة المركزية، كان الوزير بيرأس الإدارة المركزية وتتكون من مين؟ مجلس 10 كبار، كاتب أسرار الملك، دواوين الحكومة. تاني، مجلس 10 كبار، كاتب أسرار الملك ودواوين الحكومة. مجلس 10 كبار مين بيختاره؟ الملك. ومين برئيسها؟ الوزير. بتتكون من كبار ايه؟ كبار موظفين، كبار اقاليم، كبار دواوين. بتتكون من ايه يا شباب؟ كبار موظفين، كبار دواوين، كبار اقاليم، كبار موظفين، اقاليم، دواوين. وظيفتهم الاشراف الكامل على كل مرافق الدوله. كاتب اسرار الملك بقى اللي برضه بيختاروا الملك، ومين بيساعده؟ الشخصين الملك. دواوين الحكومه بقى عندنا اللي هي رئاسات الاداره المحليه، اللي زي تصبح حاليا دلوقتي زي رئيس الوزراء دلوقتي. تمام؟ اداره الخزنه العامه، اداره الاشغال، اداره القضاء، اداره الصناعه. وعلى كل اداره في ايه؟ موظفين والكتبه. يبقى على كل اداره ايه يا شباب؟ موظفين والكتبه. وكانت الوظائف الكتبيه احسن وسيله يضمن بيها الشباب المصري تحقيق ايه؟ مستقبل مشرف له. طيب اداره بقى المحليه اللي هم حكام اقاليم. مصر عندنا كانت مقسمه الى كام اقليم؟ 42 اقليم، وعلى كل اقليم له ايه؟ حاكم. يبقى اداره محليه اللي هي حكام الاقاليم. قلت لك يشبه حاليا دلوقتي مين؟ المحافظات. مصر عندنا كانت فيها كام اقليم؟ 42 اقليم، وعلى كل اقليم حاكم. على كل اقليم ايه؟ حاكم. مين بيعينه؟ الملك. ومين بيشرف عليه برضو؟ الوزير. في بعض الاحيان كان عندنا كمنصب ايه؟ وراثيا. وانقسم عندنا الاقاليم الى عده مراكز، المراكز الى قرى ومدن. يبقى انت عندك الاقاليم منقسمه الى ايه يا شباب؟ مراكز. المراكز الى ايه؟ قرى ومدن. حلو. طب بصوا بقى معايا، اختلف حكام الاقاليم اثناء الدوله الضعيفه واثناء الدوله القويه.
اثناء الدوله الضعيفه ان حكام الاقاليم كانوا بيتمتعون بالنفوذ. فاكرين لما كنا بنشرح في الدرس اللي فات قلت لكم ان ضعف الملك نتيجه ادى ذلك لايه؟ زياده نفوذ حكام الاقاليم. زياده نفوذ حكام الاقاليم واستقلوا بعضهم عن الدوله. وكانت ساعدت الدوله ايام قوتها للسيطره على حكام مين؟ الاقاليم. بدا اثناء مين؟ الضعف. طب اثناء قوتها بقى ساعد السيطره على حكام الاقاليم لانهم بيمثلوا تهديد السلطه المركزيه. جه بقى الملك عمنا الملك مين؟ سنوسرت. ده مهم جدا جدا جدا. تنظيم اداره الاقاليم. قضى على الطبقه القديمه منهم والغى نظام مين؟ الوراثه. يبقى مين لغى نظام وراثه حكام الاقاليم؟ سنوسرت الثالث. وده في عصر الدوله الوسطى. وانشا نظام جديد اقاليم خضع على صوت مين؟ الملك. يبقى مين نظام حكم اقاليم؟ سنوسرت الثالث. مين لغى نظام الوراثه او نظام المنصب وحكم اقاليم؟ سنوسرت الثالث. العلاقه بالحكام بقى والشعب. كان الملك له هيبه كبيره وصوته مطلقه، لكن هذه النظريه بدات تتغير في اواخر الدوله مين؟ القديمه. لانها حصل فيه ظلم. كان في اقاموا اول ثوره اجتماعيه في التاريخ. تحول من نظام ايه؟ الحكم من سلطه مطلقه الى سلطه ايه؟ مقيده. الثوره دي كان يلتزم بيها الفرعون، يبقى تحولت الطريقه من ايه؟ من مطلقه الى مقيده الملك، انه يلتزم بالقوانين. وخد الكلام ده كان في الثوره دي قامت امتى؟ في الاسره 6 في عهد الملك بيبي. تعالوا نعرف الاسباب. اسباب الثوره تمتعت بكذا سبب. اسباب ايه واسباب ايه؟ تعددت اسباب الثوره ما بين مين؟ اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. ضعف الملك بيبي الثاني دي اسباب سياسيه. زادت نفوذ حكام الاقاليم والكهنه واستغلال اموال الدوله دي اسباب ايه؟ اقتصاديه. كثره المظالم في المجتمع اسباب اجتماعيه. يبقى اسباب الثوره سياسيه اقتصاديه اجتماعيه. احداث الثوره بقى ان الشعب نزل وعمل ثوره رفض كل اسماء الظلم، واشتعلت ثوره من مدينه خرجت من مدينه اسمها مدينه ايه يا شباب؟ منف. رافضين الظلم والفساد. ايه بقى نتيجه الثوره؟ نتيجه خرجت فين؟ مصر من منحى اكتر قوه، رفعت من قيمه الفرد وانتشار فكره المساواه. يبقى هنا طبق اسلوب مين؟ العداله. 2 ظهرت طبقه جديده تتميز ايه؟ بمكانتها واعتمد على قدرتها العاليه والماديه. نظرا لتغيرت نظره المصريين للملك باصبحوا يعتبروا الملك هو ايه؟ حاكم يراعي مصالحهم فقط. وتغيرت سلطه الملك من الايه؟ من مطلقه الى ايه؟ مقيده، يعني تحت ايده. حلو. نخش على القضاء. القضاء هو بيمثل السلطه الثانيه باضافه المحاكم الاقاليميه. يمثل السلطه الثانيه يعني بعد السلطه التنفيذيه. بعد ايه يا شباب؟ بعد السلطه التنفيذيه. احنا قلنا السلطه التنفيذيه كانت فيها مين ومين ومين؟ فيها الفرعون، فيها الوزير، فيها الاداره المركزيه والاداره المحليه. دي كلهم سلطه تنفيذيه. فهناك بقى في عندنا 2 قضاء، في محكمه في الجنوب ومحكمه في الشمال، واضافه كمان محاكم مين؟ اقاليم. وكانت المحاكم كانت تصير على عده قوانين واحترام القانون. ده كده القضاء. الجيش. كان المصري القديم لا يميل للحرب وكان يميل للسلم، وده سؤال جالهم قبل كده، سؤال بمتفصل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى منح حضارة زراعية مستقرة، منحتها النيل، قدر كبير من الأمن والاستقرار. ظل المصري القديم فترة طويلة يبني بلده من الاحتلال، لا يلجأ للحرب. يبقى ليه ما لجأش الحرب؟ لأنه هو صاحب حضارة زراعية، وجود نهر النيل. حلو. طب انت بقى كون جيش، دي بقى المعاني المهمه. ده كده الجزء ده مهم قوي. لم تعرف مصر، خدي بالك في الاول خالص، تكوين جيش موحد خالص في البدايه، بل كان عباره عن فرق ايه؟ عسكريه. يبقى خدي بالك في الاول خالص ما كانش فيه جيش خالص، كان فرق عسكريه تدافع عن اقاليم والعاصمه. جميل. ظهرت بوادر بدايه جيش نظامي منذ الاسره الكام؟ الستة في عهد الملك مين؟ بيبي الاول. يبقى ده في الدوله ايه يا شباب؟ عصر الدوله القديمه. حلو. بوادر حيث خاضع الجيش المصري اول معركه تاريخيه بكانت مين وين؟ لاننا تعرضنا للغزو من انهي جهه؟ انتصر على القبائل اللي تسكن فين؟ في فلسطين. تعرضنا للغزو من انهي جهه؟ الشمال الشرقي.
يبقى يجي يقول لك اول معركه دخلنا فيها كانت في معركه في انهي جهه؟ الشمالي الشرقي. جميل. ظهر جيش مصر النظامي في عصر الدوله يبقى الحديثه مدرب بالاسلحه بعد ما طردنا الهكسوس واتجهت مصر لتكوين فرق عسكري. يبقى استطعنا جهزنا جيش بالاسلحه واستطعنا احنا نكون امبراطوريه. ايه بقى الحاجات اللي كانوا بيستخدموها؟ الاقواس، الرمح، الفاس، الحربه، السيوف، الدراع، الحاجات الحربيه كلها وسلاح مين؟ الفلسطينيين. طيب ايه اخلاق بقى الجيش المصري؟ هو كان بيقتل اي حد؟ لا، القائد حتى كان بايه؟ يعني القائد نفسه كان بيتكلم مع الجيش ويتكلم معاه. القائد الجيش المصري بقى كان يقاتل بدوره في مواجهه الجيش الاعداء، لكنه عندما كان يتعلق بالمدنيين او المنشات المدنيه كان يتعامل بكره تحضر، مدرك ان قوته ليست فقط فين؟ في عسكرته، لكنها فين؟ في سلوكه. معركه التحرير بقى ركزوا معايا كده. فدخلنا معاهم في كذا معركه. معركه التحرير دي كانت بين ملك مين وملك مين؟ الملك احمس ضد مين يا شباب؟ الهكسوس. ركز بقى معايا. ايه اسباب المعركه؟ بسبب سوء معامله المصريين وهدموا المعابد والاهرامات. قصدي انا اسفه، هدموا المعابد والاثار. فدخل الملك احمس ايه بقى؟ المصريين لما اطمنوا ليه وكانوا بيعاملوا المصريين بنظره كره واحتقار. فعندما اخذ قوه الهكسوس في الضعف هب الشعب المصري تحت قيد امراء مين؟ طيبه، اللي الاسره كام؟ ال17. فدخلنا معاهم في معركه اسمها معركه ايه يا شباب؟ التحرير. دخل احمس ولما كان 20 سنه وانتصر في المعركه دي. اول معركه دخلنا الحمد لله. طيب المعركه الثانيه دخلها الملك مين؟ تحتمس، اسمها معركه مجده 1479. كانت مصر تمتلك امبراطوريه واسعه تضم اجزاء كبيره جدا في غرب مين؟ اسيا. عندما تولى تحتمس مين؟ الثالث. فعرض بدا الامراء من اسيا يخرجون عن حكم مصر وكونوا حلف السوريين ده كان امير مين؟ قادش. فالملك تحتمس اتضايق ان اعتبر الخطوه دي هتهدد استقرار امن القومي فين؟ مصر في اسيا. ازاي؟ بص بقى معايا كده. البهوات احنا عندنا دي مصر وهنا ايه؟ سوريا. امراء قادش كونوا حلف اسمه حلف ايه؟ امراء قادش ضد الملك مين؟ تحتمس الثالث. فالملك تحتمس اتضايق من الحلف ده. ليه؟ لانها هيهدد ايه؟ هدد الامن القومي المصري فين؟ في سوريا. هيهددهم هناك. فعايز يتخلص من ايه؟ من الحلف ده. فدخل معاهم فين؟ في معركه اسمها معركه ايه؟ مجد. والمعركه دي كانت قريبه منين يا شباب؟ من فلسطين. طب تعالوا بقى نعرف ايه نتائج المعركه. بص يا باشا، امن حدود مصر مين ومين؟ الشماليه والشرقيه، عشان المعركه دي قلت لك قريبه من فلسطين في مكان اسمه مجد. تدعيم النفوذ المصري فين؟ في اسيا. انشا روابط اجتماعيه وثقافيه. يبقى يجي يقول لك كده نتائج معركه مجد وحقق كم هدف؟ 2. ايه هما؟ سياسيه واجتماعيه. طب ازاي ناس اجتماعيه؟ لانه امر او بعت لامراء اسيا ان هم يبعتوا ابنائهم الى مصر عشان يجوا ابنائهم يتربوا على مين؟ الولاء والطاعه. يبقى نتائج معركه مجد حقق كم هدف؟ 2. سياسيه واجتماعيه. ها يا شباب؟ سياسيه واجتماعيه. الله ينور عليكم. الاسطول. عرف المصري القديم الاساطير البحريه منذ عصر مين؟ الدوله القديمه. فقد ارسل الملك سنفرو ايه؟ اسطولا بحريه الى طريق الجبل عشان مين؟ احنا عارفين الكلام ده. يبقى هنا الاسطول ده كان اهداف ايه؟ لتحقيق اهداف اقتصاديه. طب في تاني بقى اسطول اما بقى في عصر الدوله الحديثه يعتبر هو عصر الذهب البحري. ليه؟ لان عندي الملك اسمه الملك رمسيس الثالث. عملوا في عصر الدوله الحديثه بقى قصه بناء السفن وتوسعت الدوله في الترسانات على سواحل البحر المتوسط والبحر الاحمر. فأول معركة دخل فيها الملك مين؟ رمسيس الثالث عصر الدولة الحديثة. وهنا بقى دخل هنا في معركة. يبقى هنا أهداف إيه؟ سياسية. يبقى خد بالك بناء الأسطول حقق كم هدف؟ 2. في أهداف اقتصادية في عصر الدولة القديمة وفي أهداف سياسية في عصر الدولة إيه؟ الحديثة. فساعد ليه؟ لأن شعوب جزر البحر المتوسط عايزين يزحفوا عن النحو الشرقي ويمدوا عايزين يروحوا على مصر من اي جهه برا وبحرا. بيهددوا الحدود الشماليه والحدود الشرقيه للبحر المتوسط.
فوجههم رمسيس السادس باسطولا من بحرين ضخم فوجئ الاسطول شعب البحر المتوسط بهذا الاسطول وهزمهم وحطم اسطولهم امام شواطئ مين الدلتا وبذلك انقذ مصر من خطر مين شعب البحر المتوسط واستعاد السيطره على الحدود الشماليه للبلاد. طيب بص بقى معايا كده، لو جينا بصينا كده ان اصلا كان في شعوب جزر البحر المتوسط موجود في البحر المتوسط. الجزر دول كان بيهددوا حدود مصر من الشماليه للبحر المتوسط والشرقيه. يبقى بيهددوا انهي جهه يا شباب؟ الشماليه والشرقيه، البحريه والبريه. فجاء عندنا الملك اسمه ملك مين؟ رمسيس الثالث، كون اسطولا بحريا. كون اسطوله ايه؟ بحريا. يبقى دخلنا في معركه هنا، دخلنا في معركه في عصر الدوله الكام؟ الحديثه، في عهد الملك مين؟ رمسيس السادس. دي كانت معركه حد دخلناها في عهد الملك رمسيس يا شباب الثالث، في عصر الدوله الكام يا شباب؟ الحديثه. دخلناها وحاربناها. دي كانت اهداف ايه؟ سياسيه. اخر حته عندي بقى الشرطه. الشرطه كانت عباره عن فرق، اصبحت بقى كيان مستقل. امتى؟ كانت في عصر الدوله الحديثه. ظهر كيان مستقل عن الجيش في عصر الدوله يا شباب الحديثه. بقى في عندي مهمه الشرطه بتعمل ايه؟ حفظ النظام واقرار الامن. دي اهداف سياسيه. اجبار الافراد على احترام مين؟ الدوله. فتنوعت اجهزه الشرطه، بقت عندي شرطه محليه وشرطه خاصه وشرطه ناريه وشرطه المعابد وشرطه الحرس مين؟ الملكي. وكان رجال الشرطه مكاتب خاصه بين افراد مين؟ الشعب. فاهتموا بقى المصريين. يبقى احنا عرفنا الشرطه اصبحت بكيان مستقل. طب بس تعالوا بقى نعرف مصر بدات تهتم بمنطقه مين يا جماعه؟ النوبه اللي هي تحت دي خالص، سياسيا وعسكريا. احنا خدنا الجزء اللي فات كانت اقتصاديا لانها كانت جزء من الحدود المصريه. ليه مصر اهتمت بمنطقه النوبه؟ عشان عايزين يامنوا حدود مصر الجنوبيه، عشان في بدو بيطلعوا عليها، عايزين يقوموا علاقات ايه؟ تجاريه. فالتواصل السياسي وحربي بقى. اول حاجه قاموا بارسال حملات عسكريه، بعتوا حملات عسكريه لشمال السودان. ليه؟ عشان يامنوا حدود مصر مين؟ الجنوبيه. فعن طريق ايه؟ القلاع والحصون الحربيه. يبقى هم عايزين يامنوا حدود ايه يا جماعه؟ الجنوبيه. عن طريق هينشروا ايه؟ قلاع حصون حربيه. جه عندنا الملك اسمه الملك ايه؟ سونسرت الاول. خدي بالك ده كان في عصر الدوله الوسطى، وبتيجي في امتحان ان يقسم النوبه الى اقاليم ايه؟ اداريه تشبه الاقاليم المصريه عندنا بالظبط، باضافه عين حاكم عليها. يبقى قسموا ايه؟ تقسيم النوبه الى اقاليم اداريه بتشبه مين يا مثالي؟ تقسيم الاداري المصري. وكان هناك افراد من النوبه يعملون بالجيش المصري فين؟ في مملكه تيبا. اخذوا افراد من منطقه النوبه يعملوا في الجيش. يبقى رقم واحد، يبقى بعتوا حملات ايه؟ عسكريه، انشاء مين؟ القلاع والحصون. اثنين، قام الملك اسمه ملك مين؟ سونسر الاول بتقسيم النوبه لايه؟ اقاليم اداريه. ثلاثه عندنا قاموا هناك افراد من النوبه يعملوا ايه بالجيش مين؟ المصري في مملكه ايه؟ تيبا. وكده يعتبر خلصنا الوحده اللي هتيجي في امتحان. هم 3 دروس مراجعات ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا منها يا رب بامر الله. هينزل لكم ان شاء الله فيديو حل على كل هذه الدروس بالاسئله المهمه. طبعا احنا عارفين الاسئله المهمه بتيجي طبعا في الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا بيها ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمراجعه. اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد فيديو بالحل ان شاء الله بامر الله. اي كومنتات ابعتوا لي، لايكات، سبسكرايب ان شاء الله. اي كومنتات ابعتوها لي على طول اشوفها ان شاء الله، والسبسكرايب واللايك. تمام؟ سلام.